مصر بتعلن عن مصنع جديد هيطلع أكتر من 100 مليون جرعة لقاح في السنة. مش في أوروبا، مش في أمريكا، لأ، في قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وباستثمار ضخم بيوصل ل 150 مليون دولار. تفتكر ليه دلوقتي؟ وليه في المكان ده بالذات؟ وإزاي المشروع ده ممكن يغير شكل الصناعة الطبية في مصر كلها؟ بس استنى كده شوية، هو ليه أصلاً مصر مهتمة تدخل مجال حساس زي إنتاج اللقاحات؟ وهل القرار ده اقتصادي بس؟ ولا ليه أبعاد صحية واستراتيجية؟ كل الأسئلة دي وغيرها كتير محتاجة إجابة. ركز معايا علشان اللي جاي مفاجآت وحقايق يمكن أول مرة تعرفها. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. تميم تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لاشيله من فوق وش الارض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار. شركة مصرية اسمها جينفاكس بدأت من كام يوم في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمصنع ضخم لإنتاج اللقاحات. المصنع ده هيكون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وده بيدي المشروع دفعة قوية لأن المكان نفسه معمول علشان يستقطب الاستثمارات الضخمة ويقلل الإجراءات والروتين. بس خلينا ناخد خطوة لورا ونفهم يعني إيه مصنع لقاحات وإزاي بيتم بناؤه وتشغيله. المصنع ده مش زي أي مصنع، ده محتاج معايير صارمة جدا في النظافة والتعقيم والتخزين والإنتاج، وكل مرحلة في التصنيع لازم تعدي على رقابة وجودة دقيقة جدا علشان تضمن سلامة البشر اللي هياخدوا اللقاح. الموضوع هنا مش بس استثمار، ده التزام طبي وأخلاقي كمان. الشركة لما اختارت تبني المصنع ده كانت شايفة فرصة كبيرة في سوق اللقاحات العالمي، خصوصا بعد اللي العالم شافه في جائحة كورونا. الطلب على اللقاحات زاد بشكل غير مسبوق، ومصر بتحاول تجهز نفسها تكون مركز إقليمي مش بس للاستهلاك لكن كمان للتصنيع والتصدير. الرخصة الذهبية هي مفتاح السر في اللي بيحصل ده. الدولة بتكرت الرخصة دي علشان تكسر الروتين اللي بيموت أي استثمار. قبل كده لو مستثمر عايز يعمل مصنع كان ممكن يلف 2-3 بين الوزارات علشان ياخد الموافقة، لكن الرخصة الذهبية بتختصر كل ده في رخصة واحدة شاملة بتطلع من جهة واحدة وبتسمح للمستثمر يبدأ شغل فوراً. الحكومة بدأت تدي الرخصة دي للمشروعات اللي ليها طابع استراتيجي زي الطاقة، التعليم، الصحة والصناعة. جينفاكس كانت واحدة من الشركات اللي استفادت من الميزة دي، وده اللي خلاها تبدأ التنفيذ بسرعة. الرخصة الذهبية مش بس بتسرع الشغل، دي كمان بتبعت رسالة للمستثمرين إن البلد عايزة شغل فعلي مش اجتماعات على ورق. لكن برضه في تساؤلات، هل كل الشركات هتتعامل بنفس السرعة؟ وهل في رقابة فعلية تضمن جودة التنفيذ؟ لأنك ممكن تدي تسهيلات بس لازم تضمن الجودة والاستدامة. خلينا نتكلم بالأرقام عشان نفهم إحنا قدام إيه فعلياً. المصنع ده متوقع يطلع 115 مليون جرعة لقاح في السنة. الرقم ده مش صغير خالص، ده معناه إن المصنع يقدر يغطي احتياجات مصر كلها ويوفر كميات ضخمة للتصدير. الاستثمار اللي داخل المشروع حوالي 150 مليون دولار، وده رقم كبير بيعكس الثقة في المشروع. غير كده المصنع هيشغل مئات من الفنيين والعاملين المختصين في مجالات الهندسة والكيمياء والصيدلة والإنتاج، غير فرص التدريب اللي هيوفرها للكوادر الجديدة. المصنع هيعتمد على تكنولوجيا متقدمة جدا في إنتاج اللقاحات، وده معناه نقل معرفة وتطوير الكفاءات. كمان فكرة إن الإنتاج هيكون مش بس للسوق المحلي لكن كمان للتصدير بتخلي المشروع جزء من استراتيجية أكبر، وهي إن مصر تبقى مركز إقليمي في الصناعات الطبية. السوق الأفريقي مثلا فيه طلب مهول على اللقاحات، ومع قلة المصانع المؤهلة هناك مصر عندها فرصة تملى الفراغ ده. كمان في دعم منظمات دولية زي اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية للمصانع اللي بتلتزم بالمعايير وتنتج بأسعار مناسبة. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مش مكان عشوائي، دي واحدة من أهم المشاريع اللي الدولة اشتغلت عليها في آخر 10 سنين. الموقع الجغرافي بتاعها استثنائي، بيطل على البحرين الأحمر والمتوسط وقريبة من الموانئ الكبيرة وبتربط بين 3 قارات. غير كده المنطقة فيها بنية تحتية متطورة من طرق، كهرباء، صرف ومرافق صناعية جاهزة، فلو مستثمر عايز يعمل مصنع كبير المكان ده مثالي من كل النواحي. كمان الدولة مقدمة حوافز ضخمة هناك، إعفاءات ضريبية، تسهيلات جمركية،
وخدمات لوجستية متكاملة. المصنع في المكان ده يقدر يستورد المواد الخام بسهولة وينقلها بسرعة ويوزع المنتج النهائي لأي مكان في العالم بأقل تكلفة. وجود المشروع ده في منطقة زي دي بيأكد إن في تخطيط استراتيجي مش بس قرار عشوائي. والمصنع كمان هيندمج في شبكة مصانع وخدمات لوجستية تانية في المنطقة، وده هيخلق نوع من التكامل الصناعي يرفع كفاءة الإنتاج ويقلل التكلفة. جينفاكس كشركة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، لكنها واحدة من الكيانات اللي ظهرت بقوة في مجال البايوتكنولوجيا، خصوصاً بعد جائحة كورونا. الشركة اتأسست بفكرة واضحة إن مصر لازم يكون ليها اكتفاء ذاتي من اللقاحات والمستحضرات البيولوجية. الشركة بتحاول تكون نقطة التقاء بين البحث العلمي والصناعة، وده من خلال التعاون مع مراكز بحثية وجهات دولية. في كلام عن شراكات متوقعة مع شركات عالمية في أوروبا وآسيا لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، وده معناه إن في استفادة مزدوجة، إنتاج محلي زائد تكنولوجيا مستوردة بجودة عالية. الشركة كمان مهتمة ببناء قدرات بشرية، يعني مش بس هتشغل الناس، لأ ده كمان هتدربهم على أعلى مستوى وتديهم فرصة يتعلموا حاجات كانت في وقت من الأوقات حكر على الدول المتقدمة. وجود جينفاكس كلاعب مصري في مجال حساس زي ده بيأكد إن في طموح حقيقي إننا نكون مش بس مستهلكين للتكنولوجيا، لكن كمان منتجين ومطورين. طبعاً أي مشروع كبير بيواجه تحديات، وده شيء طبيعي، لكن مهم نكون عارفين التحديات دي ونفكر فيها من بدري. أول حاجة التمويل. هل 150 مليون دولار كفاية لتشغيل مصنع بالمواصفات العالمية؟ وهل في خطة تمويل مستدامة للتوسع والتحديث؟ تاني حاجة العمالة المؤهلة. هل عندنا عدد كافي من الفنيين والباحثين اللي يقدروا يشتغلوا على تكنولوجيا معقدة زي دي؟ التدريب موجود بس محتاج وقت وتكلفة. تالت حاجة الاعتمادات الدولية. عشان اللقاح يصدر لازم المصنع ياخد موافقات واعتمادات من منظمات صحية زي WHO، وده بياخد وقت وجهد والتزام صارم بالمعايير. رابع حاجة المنافسة. في مصانع في الهند وتركيا والبرازيل بتنتج بمليارات الجرعات، فهل المصنع المصري يقدر ينافس فعلاً؟ التحدي الخامس والأخير الشفافية والرقابة. المشروع لازم يبقى تحت رقابة مستمرة علشان نضمن إنه ما يتحولش لمجرد منشأة على الورق من غير فعالية حقيقية. المصنع ده مش بس مصنع، ده خطوة في استراتيجية أكبر. لو نجحت مصر ممكن تتحول لمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات. ده معناه اكتفاء ذاتي، استقلال في القرار الصحي، وقدرة على التعامل مع أي جائحة أو طارئ صحي من غير الاعتماد الكامل على الخارج. كمان ده هيفتح الباب لصناعات تانية مكملة زي تصنيع الحقن، أنظمة التبريد، وحتى سلاسل التوريد. ده غير إنه هيشجع الجامعات والمعاهد على تطوير مناهج تكنولوجية حديثة مرتبطة بصناعة الدواء. المشروع كمان ممكن يخلي مصر شريك جذاب لمنظمات دولية بتهتم بالصحة في أفريقيا والشرق الأوسط. وعلى المستوى الاقتصادي الصناعة دي هتكون مصدر دخل كبير سواء من التصدير أو من التوفير في الاستيراد. يعني ببساطة المشروع ده ممكن يكون نقطة تحول لو الدولة عرفت تديره صح. خلينا نبص بره شوية. عندها 3 مصانع لقاحات بتنتج أكتر من 100 مليون جرعة سنوياً ومعتمدة دولياً. الهند اللي بيسموها صيدلية العالم فيها معهد سيرم، أكبر مصنع لقاحات في العالم، بينتج أكتر من مليار جرعة سنوياً وبيصدر لأكتر من 140 دولة. جنوب أفريقيا بدأت مشاريع لقاحات لكنها بتواجه مشاكل في التمويل ونقص الكفاءات. لما نحط مصر في المقارنة هنلاقي إن إحنا في بداية الطريق، بس الطريق ده واعد جداً. السوق الأفريقي لوحده محتاج أكتر من 500 مليون جرعة سنوياً، ومع قلة عدد المصانع في القارة مصر عندها فرصة ذهبية تملى الفراغ ده بشرط تكون عندها جدية واستمرارية. اللي بيحصل دلوقتي هو محاولة حقيقية عشان مصر تبقى مش بس بلد مستهلك لكن كمان بلد منتج، خصوصاً في قطاع حساس زي الصحة. الرخصة الذهبية في المنطقة الاقتصادية، وجود شركة زي جينفاكس، كلهم مؤشرات إن في خطة ماشية، بس الخطة دي محتاجة متابعة، شفافية، رقابة، ووضوح في الأهداف. السؤال دلوقتي هل الدولة هتقدر تحافظ على نفس الحماس بعد ما تهدى الضجة الإعلامية؟ وهل في خطة فعلية لربط المشروع ده بمنظومة أكبر لصناعة الأدوية؟ المواطن العادي لازم يعرف ويشارك، لأن الصحة مش رفاهية، الصحة أمن قومي، وأي خطوة في الاتجاه ده لازم تتحسب صح. أنت بقى شايف المشروع ده خطوة في الاتجاه الصح ولا شايف إننا محتاجين أكتر من كده؟ سيب رأيك في الكومنتات، لأن الكلام في الحاجات دي مهم وممكن يغير فعلا. وشارك الفيديو لو شايف إن مصر تستحق تكون في مكانة تانية. بس كده، وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟
اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر. ولا تلومن الا انفسكم. عيب انتوا بتتعاملوا مع ناس كبار.